في بلاصه معزوله وسط البحر. عمال خدامين كالعاده، وكل واحد فيهم كيحلم يرجع للدار سالم. ولكن في ليله وحده كلشي كيتقلب. اللي وقع ما كان في بال حتى واحد. بقى معايا حيت القصه اللي غادي تسمع دابا ماشي بحال اي قصه. الفيلم كيبدا بلقطه هادئه. مايك ويليامز تقني الكتروني في المنصه البحريه ديبوتر هورايزن، كيكون في دارو مع مراته وبنته الصغيره. البنت كتوجد عرض مدرسي على خدمه باها، وكتشرح كيفاش كيحفروا في الارض باش يلقاو البترول. مايك كيبان عليه فخر، ولكن في وسط هذا الهدوء كتحس ان شي كارثه غادي توقع. من بعد كيتوادع مع مراته وكيقول لها نشوفو مور 3 الاسابيع، وكيشد طريقه في الهليكوبتر في اتجاه المنصه. وكيبان معاه فرقة العمل من ضمنهم أندريا وجيمي. المنصة بعيدة في وسط البحر وكلشي كيبان عادي، ولكن كاين توتر واضح بسبب التأخير في اختبارات السلامة، خصوصا من طرف المسؤولين ديال الشركة اللي باغيين يربحوا الوقت والفلوس. الفرقة ديال الفحص كتكون مشات، وكيقول له وفقا للتعليمات خاصهم يفحصوا الاسمنت في الاسفل. جيمي كيكون طالع ليه الدم حيت ما كملوش الاختبار، لانه مهم باش يتاكدوا واش الضغط داخل البير مستقر ولا فيه خطر. ومايك كيشوف واش كلشي هو هذاك مع الطاقم المسؤول بالمراقبه. قال لها جيمي اتصلي بالكابتن لاندري نشوفوا شنو كيدير هنا. وقال لها كنسين باش نجمع الوحل من بعد الضخ، حيت الشركه قالت لي راه واجدين. ولكن جيمي ومايك ما كيكونوش مقتنعين. قال ليه سير سول جيسون واش كملوا رجال المهام ديالهم في تقييم الاسمنت. وقال ليه راه جيمي غضبان وبغى يعرف واش كملنا الانجاز ديال اختبار الاسمنت. وسولوا هذا وقال لهم عاد فقط، ولكن ما كنظنش داروه. وقال ليه فيديرين وكالوزا صيفطوا الطاقم كله لديورهم بلا ما يديروا اي اختبار. وقال ليه ما قالوش السبب، ولكن غالبا غيكون على ود الفلوس. واتصل بجيمي وقال ليه شنو كاين. بعض الاجهزه ما بقاتش خدامه، وجيمي كيحاول يمشي يصاوبها. العمال كلشي كيكون خدام كيف باقي الايام. جيمي ومايك كيمشيو عند فريدن وكالوزا، وكيقول ليه الا كان الاسمنت في خطر راه كلشي فوقو غيكون في خطر. وقال ليه راه حنا واثقين في السلامه ديال الاسمنت. قال لي انا عارف ان السبب هو الفلوس، والعواقب غتكون محسوبه عليكم، وان الفريق ديالي كيعيش عليها وانتم غير كتقوموا بالاداره ديالها. قال المايك شحال من آلة كيخصها الاصلاح. قال لي 390 تقريبا، اي 10% من الالات اللي عندنا. وبدا كيحسبهم ليه. قال ليه سبب التعرق ديالك هو توقف المحرك في اجهزه التكييف المركزي. وقال ليه غنديروا اختبار ضغط السلبي قبل ما نديروا اي حاجه. وسول هاد العزي على مايك فين كيكون، وجا عنده وقال لي حسيت بك قبيله بحال كنتي باغي تقول شي حاجه. وقال لي حنا واحد الشركه اللي كبيره وكتبغي تبقى الخدمه غاديه مزيان ويكون الربح للطرفين بجوج، ولكن كاينين النوع بحالك اللي كيوقفوا الخدمه، ولا وقفات انا غادي نوقف وغادي يوقف كلشي. قال لي انا عارف ان الخطه ديالكم ماشي هي هذيك ومبنيه على الامل. وقال لي راه خدينا هادشي بعين الاعتبار. في هاد اللحظه الطاقم كيبدا يستعد للاختبار، ولكن الاختبار كيدوز هو هذاك. وجيمي كيكون مستغرب باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. وقال لي غنعاودو نديرو الاختبار، ولكن هاد المره غنديرو على اونبو بالضغط العالي. وقال لي شنو بان لك في داكشي اللي قال لي بعض الاشياء اللي قال منطقيين وخاصنا نعيدو فيهم النظر، ولكن الشيء الاخر كيفوت القدره ديالنا. في الخلفيه كنشوفوا الانابيب كتحرك والضغوطات كترتفع. وسط الانابيب كاين طين ثقيل كيتزاحم مع الغاز الطبيعي، ولكن مازال ما بان حتى خطر واضح. الطاقم كيصفق على جيمي حيت خداو جائزة السلام للعام السابع على التوالي، ولكن كتحس بلي شي حاجة خايبة ماشي هي هذيك غادي توقع. داروا الاختبار وقال ليه يبقى عند الزيرو، وباللي راه اخبار مزيانة، ولكن قال ليه راه خاص يكون عندهم نفس الضغط. وقال ليه راه ما كاين لا طين لا والو وخاصنا نكملو. قال ليه ما نقدرش نكمل حتى نقولها لجيمي. وبدا كيلعب ليهم على دماغهم وهو يصوني ليه. قال ليه راه درت الاختبار وكل شيء هو هذاك، وباللي راه غير كيضغطوا عليا شنو غندير. قال ليه ياك ما كاين حتى ضد فوق. قال ليه ما كاينش صاف. وكملوا خدمتهم في السحب وبداو كيضخوا الطين للخارج وهما فرحانين بالخدمه، وكل واحد كيخطط انه يدير فاش يكملوا ويرجعوا لديورهم. مايك كيكون كيهضر مع مراته وجيمي مشى يرتاح شويه. وهنا كتبدا المشكله. الضغط ما كيبغيش يحبس وكيقول ليه قول لي في الحجره ديال الحفر يخويو من تما حيت القضيه حامضه ديال بصح. وقال ليه كملوا وراه ما وقع والو. وقال ليه ما كانش خاصني ندير الرأي ديالك ونخليك تضغط عليا. وفي هذه اللحظه بدا كيتدفق وبدا الخطر كيقرب. شويه تفرقع عليهم الانبوب والطايح اكثر من نايد. مايك
كيكون كيهضر مع مراتو وكيحس بشي حاجة ماشي هي هاديك. خونا كيمشي وكيبدا كيحرر الأنبوب بضغط الحفر وهو يحبس التدفق، وبدا كيطمنهم بأن كل شي بخير وأنها كانت غير هزة. ولكن اللي جاي كان أخطر بزاف. كلشي بدا كيتحرك والغاز كيتسرب في الفتحات ديال المنصة، ولكن كتظن بحال ديما وصافي. الضغط كيوصل لأعلى قياس ديالو وكينفجر الأنبوب، ولكن هاد المرة بشكل قوي وعنيف. وكيبداو الصمامات ينفجروا واحد مورا الاخر، وبنادم كلشي طايح ما عارفوش يزحف ولا يمشي على رجليه. الطاقم ديال الشاحن كيشوف الوضع الكارثي وكيبداو الطيور يتساقطوا عليهم جراء التسرب. المينسا كتبدا تدمر والعمال كيبداو يتصابوا. الغاز كيبدا يتسرب مع الفتحات ديال المنصه. كتشوف اندريا الكارثه وقالت ليه البير كينفجر وجات تطلب الاغاثه. مايكو هو كيحاول يعرف شنو واقع، كترتطم به الباب. يطرى الانفجار بسبب تسرب الغاز، وجيمي كيطيح وهو كيدوش. وداك اللحظة وقع انفجار كبير. المنصة ولات بحال فرن كبير والنيران طالعين للسما والناس كتجري وسط الدخان. خافر السواحل تلقاو الاستغاثة وبداو كيديروا اللازم وكيشوفوا أقرب سفينة ليهم والطائرات المتاحة. مايك بدا كيفيق من الارتطام وشاف صاحبو دوغي مصاب. بدا كيفيق وعاونو باش يخرجوا. السفينة اللي معاهم بدات كتصيفط مساعدة وقوارب النجاة. جيمي كيفيق هو كله مجروح، كيحاول يلبس حوايجو باش يخرج. مايك وصل خونا ورجع كيقلب على جيمي، وحاولوا يمشيو لقمرة القيادة ولقاو في طريقهم مصابين. بداو كيعاونوهم والانفجارات غداو كتزيد والمكان كيزيد يتدمر. اندريا بغات تسد البير ولكن خونا منعها وقال ليها ماشي من حقنا. وهنا مرات مايك كتعرف بالحادثة. المينسا شعلات ديال بصح والنيران طالعين للسما. تطوع هاد العامل وبدا كيحاول يحيد الرافعه باش ما تطيحش عليهم، وكيقدر يبعدها ولكن كطيح عليه واحد الشظيه من الفوق وكتقتلو. كيوصل مايكو جيمي للقمره وكيلقى خونا مول الفعله. ما كيزيدش مع الهضره وكيقول ليه سير لقوارب النجاه. كيضغط جيني على الزر باش يسد البير ولكن كيكون عالق وكيدمر مره. وكيقول لهم خاصنا نحاولوا نخليو المنصة بلاصتها مادام الأنبوب مازال ما انفجر. مايك وصاحبو كيمشيو باش ينجزو المهمة وكيخدموا مولدات الطاقة الاحتياطية وكيوصلوا بعض العمال اللي نقدو. الوضع كيولي كارثي والمنصة كلها كتشعل بالنار. كينقدوا العمال ومعاهم سبب هاد الروينة كلها، ولكن كيسمحوا فيهم ومشاو خلاوهم. مايك كيطلق واحد القارب احتياطي كيركبوا فيه جيمي مع بعض العمال، وكيبقى هو واندريا وكيحاولوا يطلعوا الفوق فين ما كايناش العافيه باش يقدروا ينقزوا. وبدا كيحاول يقنعها باش تنقز وغفلها ولاحها وتبعها حتى هو، وكيرتطم في الماء بقوه والشظايا كيطيحوا عليه. كيقلب على اندريا وكيقدر يلقاها. كيديروا الاسعافات للمصابين والمنصه ولات بحال البركان والنار كتوصل لكل زاويه. كينقدوا جيمي واندريا وكيبداو يعيطوا على اسماء العمال باش يعرفوا الناجين من اللي ماتوا. مايك كيبقى شاد فراسو حيت صاب وكتجي عندو اندريا وكتشكرو. المروحيه كتوصل وكيبداو ينقضوا العمال، وداك اللحظه كلشي كيحني على ركابيه وكيبداو يدعيو. المنصه داك اللحظه نهارت كلها. كيرجعوا للديار وعائلات كيسولوا على الاقارب ديالهم واش نجاو، ولكن هو مصدوم وما عرف والو. كتجي عندو مراتو وبنتو كيعنقوه وكيعنقهم وهو محطم من الداخل ديالو. كيواسي الضحايا وكيعنق صاحبو جيمي وكيمشي لدارو مع مرتو وبنتو، وهو ما قدرش يتكلم غير كيبكي بصمت. ومن تما ما عاودش رجع للبحر وعاش مع عائلته في تكساس. الفيلم كيسالي بلائحة ديال الاسماء الضحايا الحقيقيين اللي ماتوا في كارثة ديبواتر هورايزن. تذكير مؤلم بان هادشي ماشي غير فيلم، راه واقع دموي عاشوا ناس حقيقيين. القصة ماشي غير فيلم، راه تذكير مؤلم بخطورة الطمع والإهمال وكيفاش لحظة واحدة تقدر تغير كلشي. الشجاعة ديال مايك والطاقم كانت كافية باش ينقذوا أرواح. واش انت كتظن أن الأرواح اللي تفقدت تستاهل هذه المخاطرة؟ كتب لي رأيك في التعليق، وإذا عجبك المحتوى متنساش دير لايك تشترك وتفعل الجرس، حيت عندي بزاف ديال القصص اللي غادي تخليك تعيش الفيلم وانت مرتاح في بلاصتك.